يا رب، لا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا بالنظر إلى وجهك الكريم ومرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فتاوى وأحكام على الهواء مباشرة، نرد على أسئلتكم واستفساراتكم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا الحنيف، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الحلقة بمشيئة الله نرد على الكثير من الإيميلات التي وصلت للبرنامج، وأيضا نرد على تلفوناتكم على الهواء مباشرة، ونتحدث عن جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ كيف علم الناس دون قهر أو دون غضب على أحد؟ كان يقف على المنبر ويعرف من في المسجد وقد فعل شيئا، يعني هذا الشيء لا يتفق مع منهج الله ولا مع سنة رسول الله، فيقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهو يعلم بمن. انظر إلى حضرة النبي محمد حينما كان في المسجد وهو الصحابة، فشاب دخل المسجد وجعل من بعض الهراء في المسجد، جعل شيئا في يده، شيء يلعب به داخل المسجد، فقال حضرة النبي: ابن من هذا؟ فقال أحد الجالسين: ابني يا رسول الله. فقال الحبيب محمد: إن في هذا الولد شيء حرام. فتذكر الرجل ماذا؟ فتذكر أنه كان بالعراق وأخذ سبطة من تمر دون أن يعلم صاحب هذا التمر، وأكل ابنه هذا التمر. انظر الحرام ماذا يفعل. لذلك أيها الإخوة، لابد علينا أن نحفظ هيبة المساجد، لابد علينا أن نحفظ هيبة الجامعات، لابد علينا أن نحفظ هيبة الشارع، لابد علينا أن نحفظ هيبة مصر كنانة الله في أرضه. أدعو الله أن نوفق في حلقة اليوم، فكونوا معنا في فتاوى وأحكام. بالمسك والعنبر أنا طالع المنبر بستجدي غفرانه لو كنت بتكبر. الله 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 بالمسك والعنبر أنا طالع المنبر بستجدي غفرانه لو كنت بتكبر. الله 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 اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقتنا يا رب العالمين. أرحب بحضراتكم وأرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد حماد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا بك فضيلة الشيخ، وكل عام وحضرتك بخير. يعني الجزاء دائما يكون، أو العمل الجزاء يكون على قدر المشقة. نعم. طيب نعم. يعني حقيقة فضيلة الشيخ، يعني بعض الأمور التي قبل أن نتلقى تلفونات السادة المشاهدين، التي يعني من بات شبعان ليس منا، من بات شبعان وجاره جوعان. يعني حينما نأخذ هذا الحديث بالقياس فضيلة مولانا، نجد يعني من بات دفيان ومن بات في برد شديد. نعم. وأنت تعلم والكل يعلم في مصر أننا في يعني موجة برد شديدة جدا. نعم. هناك من فقدوا بيوتهم نتيجة الأمطار شديدة، وهناك من يعني لا يستطيع أن يجد بطانية أو أي شيء يغطي أبنائه إلا ما رحم ربي، إلا أشياء بسيطة، ولكن هناك من هو متنعم في الخيرات. فأنا أقول فضيلة الشيخ، ما جزاء من يمد يده في هذه الصعاب وفي هذه المشاقة التي نعيشها؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد رجالنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الحقيقة الإسلام اهتم أكثر ما اهتم بالتكافل الاجتماعي. صحيح. وإذابة الفروق بين الطبقات. يعني دايما في كل مجتمع سليم لازم عندي 3 طبقات. طبقة الناس اللي فوق قوي، نعم، ودول بيمثلوا مثلا ما يتعدوش 10%. نعم. والطبقة اللي تحت قوي، ودي ما بيمثلوش برضو إلا نفس النسبة. صحيح. النسبة العامة المتوسطة عموم الناس بتمثل 60-65%. دي الطبقة المتوسطة. صحيح. فيبقى عندي مثلا أغنياء، لو طبقنا حسب الأموال هتبقى طبقة الأغنياء والأثرياء وطبقة تحت خط الفقر. نعم. والمتوسطة اللي هم مستور الحال. نعم. وسطية. المستور الحال. المجتمع عشان نشوفه كمجتمع سليم لابد أن يزحف طبقة الفقراء على طبقة المتوسطة، يعني تحسن حالهم. بنشوف تحسن في هذه الحالة، حالات الأسر دي، إلى الطبقة المتوسطة، وتزحف الطبقة المتوسطة إلى مصاف الطبقة العليا. تمام. يبقى ده مجتمع سليم في أي وقت. حتى في مجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفس التقسيم. صحيح. كان في الأثرياء والأغنياء اللي هم المالتي ملياردير، والفقراء زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي قيل عنه أنه لو أمسك التراب لصار التراب ذهبا. الله أكبر. وعمل وزارة للشؤون الاجتماعية على حسابه. نعم، نعم. يعني عمل حاجات كتير سبق بيها يعني مجلس الأمن والأمم المتحدة والقانون الفرنسي بتاع الحريات، ومش قانوننا احنا بس. نعم. فبالتالي كان في الطبقة دي موجودة. وكان في طبقة الفقراء خالص اللي هم زي أهل الصفة. صحيح. اللي هم كانوا عايشين في المسجد، ما فيش مأوى ولا حتى مكان يسكنوا فيه. نعم. وكان في من ضمنهم سيدنا بلال مثلا، كان موجود من ضمن هؤلاء. نعم. والطبقة المتوسطة العامة اللي هي في وسط السلم الاجتماعي يعني. تمام. وبالتالي المجتمع لازم يتكافل في كل طبقاته. صحيح. تمام. إذا ماذا تقول فضيلة الشيخ؟ طيب اسمح لي بعد هذا التليفون نرد على يعني نجيب على هذا. طيب معنا أم كمال من القليوبية. أهلا بك يا أم كمال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سؤالك يا أم كمال. هقول بإذن الله. تفضل. بتكلم عن الندر. زوجي الله يرحمه كان ندر لابنه. فالندر ده وفاه، كان مثلا خروف، كان خروف مثلا يذبح خروف. نعم. فهو طلع بداله فلوس. فقالوا له بعد كده ان الفلوس ما تنفعش، لازم يذبح زي ما هو نذر بالظبط، زي النذر بعينه، زي ما هو نذر يعني. طيب فهو توفاه الله، فهل انا اعمل النذر ده حضرتك؟ طيب ولا طيب شكرا يا ام كمال. شكرا. فضيلة الشيخ ماذا هو نذر فدفع فلوس، فهي نعم. تقول ان تريد ان تحقق النذر بعينه. نعم. هي النذر ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف عباده به. يعني ليس من ضمن التكليفات ولا واجبات ولا فرائض ولا سنن ولا اي. نعم. البخيل هو الذي كل واحد هو الذي يكلف نفسه بما يشاء. صحيح. واحد بيقول هصلي ركعتين لو الواد نجح في الثانويه، واحد يقول هصلي 1000 ركعه. صحيح. واحد يقول هأذبح فرخه ولا ارنبه، واحد يقول هأذبح حاجه كبيره. نعم. وهكذا. لكن ربنا ما حددش لنا وما كلفناش، لكن احنا ألزمنا أنفسنا بما نريد، لكن بنغفل عن لحظة الوفاء. إن تذكر لحظة الوفاء في لحظة النذر. نعم. يعني ما فقدش الأمل وأقول والله طب ما مرض خطير الواد مش هيخف، بس إن خف بذبح عجل. طب إن من الله عليه بالشفاء في إمكانك توفي؟ نعم. وأنت مش يا عمي لا، وقتها يحلها ربنا. ما ينفعش. الاحتمال ده لحظة الوفاء. صحيح. في توقيت النذر نفسه، مش بعد كده. نعم. لأن الأغلبية يقول لك ما عنديش، ما فيش. الخروف غالي ب 2000 3000 جنيه. طلع 1000 طلع. لا، بنقول أنت لزمت نفسك بعينك، فإن أخرج مالا بدلا منه لا يجزئه، وبالتالي سوف يحاسب بعد نسبة عن هذا النذر، عن عدم الوفاء به. تمام. وينتقل هذا بالتبعية إلى الابن والزوجة.
صحيح، يبقى هي تعمل زي ما كان هو ناذر، يذبح خروف، تلتزم بعين النذر. وأوفوا بالنذر كما جاءت وإلا الآية. سوف يحاسب هو عنه. وأوفوا بالنذر كما جاءت الآية. بالظبط، كأنه لم يوفي بالنذر. صحيح. على انه طلع فلوس. صحيح صحيح. طيب معانا تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور علي. أهلا بك. عليكم السلام يا فندم. دكتور كمال من الزقازيق. أهلا بك يا دكتور كمال. أهلا بك. ازيك يا دكتور علي؟ مرحبا بك وبضيفك الكريم. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بك. أفادنا الله بعلمك الغزير يا رب. اللهم امين يا رب. انا ليا سؤال، ما الحكم الشرعي في النذر في الصيام؟ كان في حاجه عندي في البيت وربنا وفقنا فيها الحمد لله. الزوجه كانت نذره ندر، لو ربنا وفقنا ان شاء الله تصوم 21 يوم متواصلين، دلوقتي تصوموا متقطعين كل اسبوع 4 ايام. نعم. ما الحكم الشرعي في ذلك يا فضيله الدكتور علي؟ طيب شكرا. هو يرد على سيادتك يا دكتور كمال فضيله مولانا الشيخ محمد حماد عضو لجنه الفتوى. فضيله الشيخ ماذا ترد على استاذنا الدكتور كمال؟ احنا جاوبنا على السؤال في ثنايا الاجابه السابقه يعني. لكن هو ده هي نذرة تصوم 21 يوم متواليين. مشروطه يا استاذ علي. نعم مشروطه. نريد ان نوضح هذا. النذر هنا مشروط ومعين ومحدد. فيه وفاء برضه. ما ينفعش ابدل. صحيح. ولا استبدل. يعني ما ينفعش. هي قالت متصله. طيب يعني 21 يوم متصله. طيب يبقى يجب الوفاء بال 21 يوم. نعم. زي ما قلت لحضرتك كده، انا في امكاني ركعتين. نعم. اقول ركعتين. اقول 10 ركعات واسيبها. صحيح. على وجه العموم. اقول ان انا هصوم 21 يوم شهر. نعم. واترك على العموم ففيه فسحه في الاداء. طيب ما قيدش نفسي يعني. طب فضيله الشيخ، هي لم تستطيع هذه السيده ان يعني تلبي هذا، ماذا تفعل؟ لو تعبت مثلا صحيا او حدث لها اي طارئ، ماذا تفعل؟ هي في نيتها ان تحقق هذا. لابد انها تنتظر حتى توفيها، الصحه توفرت والظروف توفرت وتوقيت شتوي يساعدها على هذا. طيب نحن معنا تليفون، ولكن انا اريد ان اتساءل، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر طيله حياته؟ لا ما حصلش. لم ينذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حصلش. بارك الله فيك. لكن مع ذلك النذر مشروع. نعم. ولكن حثنا القرآن عليه بالوفاء. ايوه. انا بشكرك. طيب معنا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا استاذه وفاء، تفضلي تليفون. تفضلي حضرتك. مدام شادي عارف. اهلا بك، سؤالك كيف؟ تفضلي. سؤالي، حماتي كانت حاطه مع اختها 6000 جنيه الله يرحمها. حماتي المتوفيه يعني. نعم. فكانت قايله لابنها انا هنحط ال 6000 ده هم مع اختي عشان هي قريبه على البوسطه. نعم. تسحب لي منها ما نحتاج حاجه. نعم. فقال لها امين. فتوفت حماتي، فلما احتاجت ان انا يعني هي قالت غير اللي قاله صاحب المبلغ نفسه. لا، هي صاحبة المبلغ حماتي. يعني هي نقلت الآية غلط، الصورة غلط يعني. ما الله أعلم. معرفش. هي أختي قالت لي إن ال 6000 ده هم البنات الاثنين. طيب. فقال لها ابنها طيب ما أنا ماما قالت لي إن أنا ال 6000 ده أنا بحطهم في البوسطة عشان هند مش تسحب لي منهم فلوس. صحيح. طيب. في أي وقت هي تسحب لي، ما قالتليش أنا هم الأخوات خاتم وويشه. طيب. فلموا المبلغ كله وقال لك نقسمه شرعي. طيب انا بشكرك فضيله الشيخ. نعمل ايه بقى؟ ما هي يعني هي قالت البنتين وما قالتش الاخ، نعمل ايه؟ نعم، هي جرت العاده بالنسبه لاهل مصر ان هم بيورثوش البنات، فمن باب الحنيه عند الام دايما انها تسيب لها الذهب بتاعها. بس ده في ميراث الناس كميراث. هو هتلف وترجع للميراث حضرتك. تمام. ان اقول مثلا العرف جرى كده ان الذهب بتاع الام يروح للبنات، ان تراعيهم بقدر الامكان لانهم بيتهدم حالهم بعد كده في الميراث. فالام هنا قالت لاختها ان دي امانه مؤتمنه عليها. صحيح. بس اديها للبنات. تمام. أيوة. خلاص. او هي مدتهم ما قالتلهمش لا كده ان هي ان الفلوس راحت للبنات. وفي وريث ثاني اللي هو الاخ يعني. حتى لو كانت هناك وصيه فالوصيه باطله. تمام. لا يلتزم بها. لا وصيه الوارث. بالظبط. صحيح. وفي نفس الوقت تؤدي الوصيه الى ظلم. صحيح. الى ظلم احد الورثه.
وإنما يضم المبلغ 6000 لبقية التركة ويقسم القسمة الشرعية. صحيح. للذكر مثل حظ الأنثيين. صحيح، هو ده الكلام المضبوط. يعني المبلغ كله بتاع الحاجة من ثابته من ذهب وكذا وكذا، الكلام بقى والوصايا وهي قالت لأختها إيه وعملت إيه والكلام ده يتركن على جنب. ويضم المال الموجود اللي هو على سبيل الأمانة. صحيح. إلى بقية التركة إذا كانت هناك تركة. حتى فضيلة الشيخ محمد، حتى تستريح هذه الأم في قبلها، لأنها سوف تحاسب. لأنها سوف تحاسب على ذلك. البعض بينظر إلى مصلحته هو. يقول لك إن كانت الأم هي التي سوف تحاسب فخليها تحاسب هي. لا، خلينا أنا، هي كاتبه لي بيع وشراء أو مدياني كذا رسمي، فأنا آخذ البيت ده أو آخذ الشقة دي أو آخذ كذا. نعم. لكن هنا مساعدة على الظلم، وأنا عارف إن دي حق مسلوب أو حق مسروق. نعم. وبقبله على هذا الأساس، فأنا برضه أحاسب عليه. طيب، احنا عموما يعني وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. أنا بشكرك فضيلة الشيخ. معانا تليفون. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحب فضيلة الشيخ. مرحب بك يا أستاذ ماهر، أهلا بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها شانه الله بها يوم القيامة بغير حق. أما الغيبة فإن رسول الله قال: وإياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. نحن بنتكلم يا أستاذ عن الغيبة والنميمة في المجتمع. قال الشاعر: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه. السيل بالليل ولا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف ينفيه. شكرا. أنا بشكرك يا أستاذ ماهر. هو أستاذ ماهر أنا فهمت من سؤاله أن الغيبة والنميمة لا بد يعني أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لصاحبها إلا إذا سامحه من اغتابه يأتي به. يعني فضيلة الشيخ ماذا ترد عن هذا؟ ونحن حقيقة هذا الموضوع كثر في أيامنا هذه، وأصبح كل إنسان شوكته في ظهره. احنا نمرة واحد في النقطة دي بنبص لها على إنها حاجة بسيطة، يعني شيء لا يذكر، لكن ينطبق عليها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الله أكبر. لأن فيها هتك للأعراض، وفيها هدم للبيوت والأسر. وفيها ترتب عليها طلاق وترتب عليها كلمة تهدم بيت فضيلة الشيخ محمد. وتشعل حربا. يعني وبكلمة تدخل الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام. صحيح. وبكلمة تتزوج، وبكلمة تطلق. الله أكبر. هو احنا بنتجوز بالفلوس؟ لا، ولا الكلام قبلت كلمة قبلت. أنا أطلب قالت قبلت. قبلت دي صحيح بقت حلال. صحيح. برضه طلاق تحول الحلال إلى حرام برضه بكلمة. فمن أخطر ما يكون أخطر ما يكون الكلمة. هذا القرآن صورها هذا التصوير البليغ يا فضيلة الشيخ. نعم. فمن هنا يعني كلمة ترتب عليها أمور خطيرة جدا في المجتمع. فاحنا المشكلة احنا بنبص لها على إنها أمور بسيطة وكذا. تندرج أيضا في النقطة الثانية الخطيرة تحت حقوق العباد، لأن الحقوق حقين: حق لله وحق العباد. صحيح. حتى اختلف العلماء في عرفات. ربنا بيغفر الذنوب في عرفة للواقفين بعرفة، لكن أي الذنوب التي تغفر؟ هل ما هي حق لله فقط أم حق لله وللعباد؟ فحق لله تغفر. هو يتنازل عن يعني يعفو، لكن المولى جل وعلا يحتفظ للعبد بحقه. صحيح. يقول له أنت اللي تعفي أو ما تعفيش. يعني حق بيني وبينك أو بين أي إنسان. لو أنا قلت مش مسامحه خلاص مش مسامحه. الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا برضه دعاء في عرفة عشان ربنا يتجلى بالمغفرة في كل الذنوب، إن يقول: اللهم إن كان هذا الذنب بيني وبينك فاغفره لي، وإن كان بيني وبين عبادك فتحمله عني. الله أكبر. هو صاحب الحاجة ديت اللي هو المظلمة بينه وبين العباد ما سامحش، فربنا يقول له: طب حق لا عندنا، يعني أنا الضامن، أنا اللي هديهولك. نعم. فتحمله عني، وبالتالي يغفر الذنوب جميعا. لكن من أخطر ما يمكن أنا أحط رقبتي في ايد واحد، والواحد ده مهما تقول له يعني ربنا غفور رحيم، يقول لك ده ربنا بقى. انا ما اغفرش، انا ما سامحش. ايوه. وبنجد القطيعه وبنجد. طب ما انا ما احطش رقبتي بالشكل ده. صحيح. من الاول. والحديث مشهور بتاع الشابين اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين،
نعم. إنما يعذبان وما يعذبان في كبير. صحيح. فكان أحدهما لا يستبرئ من أب باول والآخر يمشي بالنميمة بين الناس. يعني بيقول هي حاجة بسيطة بالنسبة لنا، لكن لا. تحول القبر إلى يعني حفرة من حفر النار والعياذ بالله. الله أكبر الله أكبر. يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وأعلم تماما أيها المشاهد الكريم ويا أخي الكريم، لو أتيت بسيرة أحد تأكد تماما أن الآخر هيأتي بسيرتك، وإذا تحدثت بسيرة طيبة الآخر سيذكرك بالخير، إذا ذكرت الناس بسوء يذكرونك بسوء. ولذلك حضرة النبي يقول عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. طيب معانا تليفون أستاذ محمود. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. تفضل يا أستاذ محمود. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وكل نفس ذائقة الموت. نعم. أنا عاوز أعرف ما هي النفس؟ الموت. ما هي النفس؟ طيب أنا بشكرك يا أستاذ محمود، شكرا جزيلا. نعم. هو يعني كلام عظيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. يعني هو بيقول ما هي النفس؟ هي الأنفس متعددة. صحيح. في النفس اللوامة. جميل. في النفس الأمارة. نعم. في النفس المطمئنة. جميل يا رب. نعم. وساعات بيسموها الفلاسفة تسمية تانية خالص. دي التسميات الواردة في القرآن. في ساعات يسموها الضمير. نعم. اللي هي في القرآن بتعبير النفس اللوامة. نعم. اللي الضمير اللمبة الحمراء اللي بتنور لك. نعم. وقت ما بتعمل غلطة مشكلة تقعد تنقح عليك ما تنامكش. صحيح. فالقرآن عبر عنها بتعبير جميل قوي اللي هو النفس اللوامة. بينما نعم. الفلاسفة سموها الضمير. صحيح. فالتسميات مختلفة. وساعات يختلط الأمر بين الأنفس وبين الروح، يعني النفس أو الروح. لكن الموت يعني برضه سر من أسرار الله عز وجل. كلف بها فريق من الملائكة على رأسهم قائدهم ملك الموت. الملك الموت مش هو اللي بيشتغل الشغلة كلها لوحده. نعم. توفته رسلنا. يا سلام. ففي فرقة شغالة. تشبيه مع الفارق كده، زي ما يجي مثلا الدكاترة المشاهير عندنا زي مجدي يعقوب وغيره. نعم. عندنا معاه فريق أطباء. كل واحد متخصص بجزء معين بيعمله. هو بيجي يخش يعمل حاجة معينة. صحيح. تخصصه بقى. بالظبط. ففريق الملائكة دول بيخش ياخد الروح. الروح بتطلع عكس البنى بتاعها. الهدم عكس البناء. فالروح بتطلع عكس ما دخلت. الله. يعني لما دخلت في الإنسان الأول سيدنا آدم. نعم. احنا بالنسبة لنا حاجة تانية الحياة الأولية. فدخلت من الرأس إلى القدمين. صحيح. ولذلك بدأت عينيه تشوف ودانه تسمع ويتكلم ويشم. وجسمه لسه حجر. صحيح. أما يجي الموت بتبدأ الرحلة بالعكس. الله أكبر. ولذلك بعض الأطباء اللي هم يعني ربنا بيمن عليهم كده فيجي يعرف أو عود أو خلاص من 3 وكده بكتب له علاج. إن شاء الله. وهو عارف إنه كلها ساعات. صحيح. صحيح. ليه؟ لأن رحلة الموت هتبدأ. فكل واحد يبدأ يسلمها الصباع للقدم للساق للرجل للصدر إلى فلولا إذا بلغت الحلقوم. هنا يجي ملك الموت ياخذ النفس. فهنا نفس أو روح، لكن كل نفس أو روح فهي سر من أسرار الله عز وجل. تصعد إلى بارئها. نعم. وهي موجودة وهي مش موجودة. عندنا أدلة على وجودها وأدلة على عدم وجودها، لكن صحيح. لا نعرف ماهيتها ولا مضمونها ولا شكلها. الله أكبر. نعم نعم. لكن فلان حي لأنه بيتحرك بيتكلم. الآية هنا واضحة يا أستاذنا. يسألونك عن الروح. قولوا الروح من اليهود. حبوا يعني يسألوا النبي سؤال صعب. من أمر ربي. يعني نعم نعم. يعني من أمر ربي. يعني إذا التواضع بقى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أسأل لأنها الله نفحة من الوهاب. الله لما أودعها في آدم. نعم. أخذها سر من روحي. الله أكبر. نعم. يعني من روحي فأصبحت سر من أسرار الله. الله أكبر. يعني أنا أقول لكل إنسان يسمعنا في العالم كله، يعني الإنسان عندما ينظر لنفسه وهو طفل في بطن أمه ثم بعد ذلك ينزل من بطن أمه ثم بعد ذلك يكبر ويكبر ويكبر حتى يبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي ويفسد في المجتمع الذي يعيش فيه. أنعم الله عليك بصحة، أنعم الله عليك بكذا وكذا وكذا، تحمد الله وتشكر الله. ووالله كثير من الناس
كنا نعرفهم من الصالحين، وكانوا يتمنون من الله أن يطلبوا من الله ما يشاءون. يا رب اجعل خاتمتي يوم جمعة ويصلي علي الناس. كما كنا نتعلم من هؤلاء، ولذلك كان الله تبارك وتعالى يحقق لهم هذه الأمنية. ما هذا؟ إنه الإخلاص لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نتقي الله، لأن الإنسان منا لا يضمن أن يعيش غدا أو بعد غد، لا بد من لقاء الله. انظر ماذا قدمت لنفسك وللمجتمع الذي تعيش فيه ولمصر، حبيبتك مصر التي شربت من نيلها وتعلمت على أرضها، تبارز الناس بالمعاصي في الطرقات وفي الجامعات ما هذا؟ ما هذا؟ هذه نعمة عظيمة نحن نعيش فيها. مصر لابد أن نحافظ عليها وأن نضعها في هذا المكان في قلوبنا وفي دمائنا ما دامت هناك حياة. معنا أم هاني من الإسكندرية. أهلا بك يا أم هاني. أهلا أستاذ علي. أهلا بك يا فندم. ازيك يا أستاذ علي؟ أهلا بك، اتفضلي سؤالك يا أم ممكن هاني. أكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضلي سؤالك. أيوه لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. أنا عندي شقتين ورثاهم من والدتي. نعم. ومعايا أربعة صبيان يعني شباب، والثلاثة الكبار متجوزين ومعاهم شقق تمليك. طيب. والولد الأخير هم باباهم متوفي. نعم. فأنا يعني قلت أدي شقة للولد اللي هو الأخير دوت يتجوز فيها. ففي اللي زعل شويه وفي اللي يعني ادى رايه ان انا اديها له. طيب حضرتك يعني اتفقتي معاهم وقلت لهم كده يا ام هاني والله يا اولادي انا هعمل كذا وكذا؟ أيوة. وكان في رضا؟ ايوه. طيب. فبعد كده استرضوا يعني معايا، وهم اللي راحوا خطبوا له وهم اللي قالوا لحماه ان عنده شقه كذا كذا. تمام. ومسترضيين. طيب. بس انا خايفه برضو. طيب. يعني بسأل فضيلة الشيخ. طيب هنرد على حضرتك. وانا معايا بنت كمان متجوزة. معاكي بنت متجوزة؟ وهي موافقة. هي موافقة كمان هي. رأيها ان هي ندي الشقة لاخوها. طيب جميل خالص، ربنا يبارك لك فيها. وبعدين هسيب لهم الشقة اللي انا فيها دي يعني. ربنا يبارك لك فيها. الله يخليك. مع باباهم متوفي، وطبعا ده طيب. شاب غلبان مالوش حد يساعده كده. نعم ربنا يكرمك فيهم يا رب. فانا هتحاسب يعني. طيب شكرا ان شاء الله، شكرا ان شاء الله، بأمر الله في الخير بإذن الله. فضيلة الشيخ يعني الام هاني حريصه قوي، شوف حريصه ازاي على، مع ان الولاد موافقين يا فضيله الشيخ. بس هو والقلب فيه حاجه ولا باللسان هم؟ لا لو كانوا هم موافقين كده بالنسبه لها. بالقلب بالنسبه لها مش مستريح. تعمل ايه يا ام هاني؟ السؤال جاي من هنا. هي بس بتقول انا هتحاسب، هو كل العباد بس بتحاسبه، مفيش حد مش هتحاسب يعني. كلنا هنتحاسب. ايوه بالظبط. فهي طبعا عندها شقتين او اكتر او اقل. نعم. السؤال بس هي عدة الولد الشقه، عدة الولد الشقه هتفرض احد ابنائها بعطيه زي النعمان بن بشير في الحديث الشهير بتاعه كده. لما كان هو من ام تانية، والام التانية الجديده دي طبعا ولاده تانيين رجاله وكبار، فقالت له يعني اعمل لي الواد ده حاجه كده، الواد ده صغير هيضيع مع اخواته دول. فاداله حديقه، كتب له عقد يعني. فقالت له طيب انا مش هرضى لما النبي يوافق. نعم. يعني وافق هستريح انا زي ما الحاجه بتقول كده. فخد العقد واداه للنبي. قال له ايه ده؟ قال له انا عملت كذا كذا، الحديقه ديت اديتها لاصغر عيالي من الست الثانيه. صحيح. فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال صريح ومباشر ومحدد. ماذا قال؟ شوف حضرتك، أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ هو السؤال اهو مش محتاج تفسير. نعم. أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ اديته حديقة ولادك كلهم قسمت عليهم حديقة زي دي؟ نعم. قال له لا. قال له إذا فانطلق فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. الله أكبر. يبقى سماه ظلم. صحيح. سماه ظلم على الرغم إن كله موافق والدنيا كويسة أو وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل بيقول يجب المساواة بين الأبناء حتى ولو في رغيف خبز محترق. رغيف عيش يعني هياخده يرميه في لا مؤاخذة في سلة المهملات. زيادة عليه شوية. ملوش قيمة، مش هيتاكل. يعني اللي هياخده هيحطه في السلة. صحيح. بس لما ياخد الرغيف العيش المحترق اللي ملوش قيمة ده قدام إخواته، نعم، أنا ميزته صحيح عن إخواته. لكن حتة بس أنا عشان أوصل لها في الإجابة، إنها يجوز لأنها حدثت في عصر سيدنا أبو بكر مع بنته سيدة عائشة وابنه عبد الرحمن. كان فقير فحب يديله حاجة لوحده تسنده يعني أو يبدأ بيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط موافقة الورثة أو موافقة إخواته.
فوافقت على ذلك السيدة عائشة وبقية إخواته. تمام. فلا بد أن يكون الموافقة عن رضا مش عن إحراج. نعم. لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. نعم. طيب. طيب فضيلة الشيخ اسمح لي، يعني هذه الأم ربت هؤلاء الأبناء وتخرجوا وأصبح لهم مكانة، يعني حينما ننظر بعين الرحمة، يعني لا ننظر بالقانون ولكن بالرحمة في القانون. نعم. بالرحمة في الشريعة. يعني هؤلاء تعلموا وأصبح لهم شقق وزوجات وتصرف عليهم برضه. اتصرف عليهم من هذه الأم التي فقدت زوجها من سنوات، ولكن هذا الابن أصبح لا عائلة له إلا أمه. نعم. وهنا الرضا، وهم الذين كما قالت يعني خطبوا له. إذن هنا في رضا فضيلة الشيخ، حتى لا تفكر الأم مرة أخرى في إعادة جدولة الأمور، وهذا يقع على رأس هذا الشاب البسيط الذي يعني يقبل على الحياة. إذن هناك كما تقول حضرتك توافق بين الأسرة، لا حرج في ذلك. نعم. هي القاعدة العامة اللي احنا قلناها عشان الموافقة على ان احنا نحاسب دايما على كيان الأسرة. صحيح. صحيح. ما يدبش بينها وبين أفرادها خلاف، البغضاء والكراهية. صحيح. والشحناء. يعني هو اخوات يوسف عملوا مع يوسف كده ليه؟ نعم. عشان شعروا ان الاب بس يعني ميزوا، مش كده. فمش عاوزين دي. دي كقاعده عامه. تمام. بالنسبه لما يخص السؤال او السائله هنا، نعم، ده يجوز لان في صور متعدده. قد صحيح. يطلع واحد من الاولاد فقير، قد نعم. مريض، معاق، ولا مريض. طالب علم لسه هيكمل زي ما دول اتعلموا، اخواته صرف عليهم واتجوزوا وتعلموا من مال الاب ومال الام. نعم. ولا تضمن الام يا فضيله الشيخ ان تعيش باقي العمر، وهذا الابن يعني لا يستطيع. مع حرصنا على التراضي، على هو ده الشرط الوحيد. خلاص، بس يكون عن رضا. خلاص يا ام هانئ، طالما هناك تراضي توكلي على الله كما قال فضيله الشيخ يعني محمد حماد. معانا احمد. اهلا بك يا استاذ احمد. الو. السلام عليكم يا استاذ احمد. الو. ايوه السلام عليكم. الو. انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل سؤالك. طيب ماشي، بعد بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل سؤالك. انا عاوز اعرف من سيادة الشيخ الراجل العالم الجليل، الراجل المحترم اللي منور الشاشه القناه الثانيه. طب هات سؤالك اتفضل. عاوز اعرف، بقول لك قال صلى الله عليه وسلم 4 يتقبل الدعاء في نزول المطر وعند الاذان. طيب جميل. الحاجتين التانيين عاوز اعرفهم، وعاوز اقول سؤال تاني. القاتل والمقتول في النار. طيب انا والسؤال الثالث، ليه الناس ما بيصليش ليه الفجر؟ ليه يا جماعه والفجر بيقولوا اكبر، والكافر بيقول لك ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ طيب وندعي لمصر ان شاء الله ربنا يحفظها ويحفظ جيش مصر ويشيل الغم والحاجات الوحشه لشعب مصر ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله نفائل خير، يعني متفائل خير ان شاء الله، اللي فيه امن وامان، والرسول صلى الله عليه وسلم الخير في امتي الى يوم الدين. وشكرا. شكرا يا استاذ احمد، شكرا بارك الله فيك. طيب يعني اما الاربعه الاولانيين فضيله الشيخ، هي في اوقات كثيره لاستجابه الدعاء. نعم، عند نزول المطر فيها بالضبط، على راسها عند نزول الغيث او نزول المطر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء له راجل وقال له ده المطر يعني ما عندناش، قال له طيب ادعي، فدعا فالمطر نزل ما بطلش. فجه لي النبي برضه يشتكي، قال له هلك الزرع والضرع، قال له ادعي دعوه ثانيه، اللهم حوالينا ولا علينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المطر في كفيه. نعم. يعني يطلع كده في الشارع ويستقبل المطر في ايده. ودي لقطه من اللقطات العظيمه قوي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاطفال بيعملوها واحنا بنستحي يعني. نعم. فشاء المطر كده في ايده وهو نازل. وقال انها حديثه عهد بربها. الله اكبر صلى الله عليه وسلم. يعني دي جايه من المصنع للمستهلك على طول. ما عدتش على ايد اي حد. عنده استجابه الدعاء عند نزول المطر، استجابه الدعاء. طيب. فدي يعني لان احنا دي نعمه من نعم ربنا علينا. لكنها تحولت الى نقمه بالنسبه لمصر. في كل الاماكن عامله لنا مشاكل، لكن ده كل دول العالم بتصلي من اجل شويه ميه زي دول. صحيح. فبالتالي دي لهتنا المشاكل بتاعتها. نعم. الطريق والمواصلات والكلام ده لهتنا ان احنا نستغلها في الدعاء. صحيح. ان احنا نقعد ونعتبرها نعمه. نعم. لا احنا ما بنعتبرهاش نعمه، عشان كده ما بندعيش. يعني هو ناس تعودت يا فضيله الشيخ يوم الجمعه دايما تستنى المظاهرات وتستنى. لا في ساعه اجابه واحد من اوقات استجابه تستنى المظاهرات وتستنى تقعد، يعني ناس تلهت يا عيني سبحان الله. يعني أنا أتمنى من الله لكل متظاهر أن يجلس في بيته، وإن شاء الله مصر قادمة لا محالة يعني بإذن الله تعالى. ولكن فضيلة الشيخ أنا حقيقة اتصلت بأهلي فلاحين في بلادنا في الريف، يقولون يعني والله أنعم الله علينا بهذا المطر،
قلت لهم قالوا الغلة إن شاء الله رويت بإذن الله وأصبحت تمام. قلت ما شاء الله قوة إلا بالله. لابد من انتباه يا حضرتك لنعم ربنا علينا اللي احنا حولناها لنقم. نهر النيل من أعظم النعم. نعم. أغلى من البترول نفسه. صحيح. أغلى من أي حاجة نتخيلها. صحيح. برضه نفس الشيء. طيب احنا معانا تليفون أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب أولا بفضيلة الشيخ محمد حماد العالم الجليل. بارك الله فيك يا أستاذ. وأرحب بالأستاذ الدكتور علي عبد الحليم أستاذ العلم ودكتور الأدب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الذي أحسبه عند الله تبارك وتعالى من العلماء. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأردت أن أشكركم أولا. ثانيا أوجه رسالة لمن يؤذي العلماء. فلحوم العلماء مسمومة. الله أكبر. نعم. فلحوم العلماء مسمومة. رسالتي لجموع البشر. نعم. إلى من يؤذي أي عالم. والأستاذ علي عبد الحليم أحسبه عند الله تبارك وتعالى من العلماء. نفع الله بك. وجه لك رسالتي يا أستاذ علي. نعم. نفع الله بك ونفع بعلمك. بارك الله فيك. ونفع بك البلاد والعباد. بارك الله فيك يا أستاذنا. بارك الله فيك. أنت لك مكانة كبيرة. الله بارك الله فيك. عند جموع المصريين. بارك الله فيك. بارك الله لا فرق بين هذا وذاك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فأوجه رسالتي للجموع وهم يسمعوني. من يؤذي العلماء بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا ما لكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذنا فضيلة. يمكن هذا يعني ذكرني بشيء ما رأيته في إحدى المساجد الأسبوع الماضي من علماء الفتوى في مصر. وعندما رأيت أحذية ترفع في بيت الله وقام الإمام الشيخ محمد نور وأنزلوه من على المنبر. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ فضيلة الشيخ حضرتك ليس هذا هو البداية. ودايما كل المشاكل والقضايا لابد ننظر إليها من كل الجوانب بتاعتها. إن كنا النهارده بنعيب على بعض الجموع القليلة في المساجد أو بعض الأفراد فنحن الذين زرعنا هذا. ولا أقصد بنحن العلماء. نعم. لا، هو الرأي العام أو أجهزة الإعلام بالذات هي التي زرعت هذا منذ سنوات. نعم. بالنسبة لعلماء الأزهر بالذات. نعم. يعني علماء الأزهر بالذات. وده الأزهر هو الحصن الحصين لهذا الدين. نعم. علم حتى أبناء البلد الذي نزل فيه القرآن. صحيح. هم دول أساتذة الجامعات في السعودية. هم دول اللي علموا ونهضوا بالناس دي كلها. وفي شتى بقاع العالم. والأزهر قد يضعف لكنه لن يموت. ما يموتش. يضعف أحيانا نتيجة ظروف لكذا لكذا لكنه لن يموت. فأنا بقول دي نتيجة تراكمات سنوات كتيرة جدا بث فيها الإعلام نوع من السخرية من العلماء. يجي يكعبل في السجادة ويقع مولانا في التلفزيون الناس تضحك. لقطة في فيلم ملهاش لازمة وملهاش دخل بالسياق ولا بالسيناريو ويجيبوا المأذون ويجري ويعمل وعندي تلاقم مستعجل في صورة كاريكاتيرية يعني تضحك. العمة متلخفنة ومش عارف معمولة ايه. صحيح. طب مش معنى عمة الأزهر. النهارده لو لبست انا جيش مش هعاقب على هذا. نعم. الداخلية شرطة مش هعاقب على هذا. صحيح. لما ألبس العمة وأهين العمة لها الاحترام والوقار. حضرتك يعني بتقول بلدنا وكذا. احنا قصة بس في 10 ثواني. ثواني اتفضل. 10 ثواني بس عشان نشوف بس العالم ازاي كانوا بيطلعوا اهل البلد يستنوه بره اللي هيجي يخطب الجمعه. أيوة. اللي هم المعمم ده. نعم. ده حاجه جامده جدا. نعم. فجه في يوم زي النهارده مطره كده وجايبين له ركوبه. كان المرسيدس بتاعت زمان ركوبه بتاعت العمده حاجه كده. فبيركبوه جابوه عشان يوصلوا المسجد. فالمؤاخذه الركوبه او الحماره دي اتكعبلت. فوقع الشيخ في الطين. كله جري على العمامه وشالها. الله اكبر. قال انقذوا تاج الاسلام. الله اكبر. فحتى الشيخ ضحك كده وهو في الارض وقال لهم طب انقذوا شيخ الاسلام الاول. نعم. يعني شوف كله جري على ايه؟ العمامه انقذوها قبل منه. يا سلام. تاج. شوف حضرتك التعبير. تاج الاسلام. لا اله الا الله. يعني خايفين تتلحوس او يجي عليه اي حاجه. نعم. ادي كان قبل كده. نعم. ما بال الذين تواجدت الجرأة. نعم. يعني على هذا العام وهم ورثة الأنبياء. نعم. العلماء ورثة الأنبياء. يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بيبقى معنا تليفون.
طيب الو اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذ علي؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. بارك الله في حضرتك. بارك الله فيك. وفضيله الشيخ اللي موجود مع حضرتك. بارك الله فيك، اتفضلي. ونتمنى والله البرامج الجميله دي وشيوخ الازهر، عشان احنا تعبنا والله من يعني تبقوا معانا كده وعلى طول ان شاء الله تكترونا من امثال علماء الازهر عشان ربنا يكرم ان شاء الله البلد دي. ان شاء الله ان شاء الله يا يعني ده عائل عليكم كبير بصراحه، انكم لازم تكترونا من البرامج دي عشان ناخد علمنا وديننا من الناس الافاضل اللي زي حضرتك. بارك الله فيك. وربنا يبارك فيكم ان شاء الله باذن الله، ومصر منصوره باذن الله الى يوم الدين باذن الله. باذن الله. والف الف شكر لحضرتك. بارك الله فيك. الله يخلي حضرتك. في امان الله، في امان. ما شاء الله العظيم. فضيلة الشيخ يبقى معنا من الوقت ما يقرب من دقيقة. أنا أريد أن ننظر إلى بلدنا، أن ننظر هذا البلد كلمة في نصف دقيقة فضيلة الشيخ، أن ننظر إلى مصر باقية إن شاء الله. نعم، احنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر في كنفه وفي حفظه وفي رعايته، ويحفظها من كل سوء ومن كيد الكائدين، وهم كثرة مش قلة حضرتك. نعم. ولكن أنا ما أحبش أصنف ونحدد مين اللي يكيد ومين الذي يكاد له. صحيح. لكن أنا أحسب في وجهة نظري الشخصية أن الكل أو أكثر يعني نسبة كبيرة جدا تسعى وراء الكراسي. نعم. وتسعى وراء المصالح الشخصية. نعم. وتسعى وراء المال أو المصالح الشخصية. احنا عايزين مصلحة مصر فضيلة الشيخ. فلا مانع ان انا اجري ورا ده كله، لكن اجعل مصر في الامام. في الامام. صحيح. ولذلك سيدنا النبي في ثواني قليله اتفضل لما هاجر. نعم. عشان نشوف حب الوطن بس عند النبي. عشان خلاص وقت مكة عملت ايه مع النبي؟ نعم. اهل مكة اقصد. نعم. ولكن لما حانت منه التفاته فبكى. نعم. وقال كذا كذا، فربنا قال له ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. انا بشكر فضيلة مولانا فضيلة الشيخ محمد حماد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. متعك الله بالصحة والعافية. ومتعكم الله بالصحة والعافية والصحة والعافية. واللهم يا ربنا احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أشرف خلق الله، على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.